بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة علاء حمام جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. الحمد لله انفردنا بصفقة محمود صلاح. حضراتكم عارفين الاهلي عنده رغبة قوية في ضم محمود صلاح مهاجم نادي غزل المحلة، المهاجم الواعد، المهاجم القوي، مهاجم شاب ممتاز. في الساعات الأخيرة الكابتن سيد عبد الحفيظ تواصل مع وليد بيه خليل رئيس شركة غزل المحلة واتكلم معاه في صفقة محمود صلاح. نادي غزل المحلة مرحب جدا جدا ببيع اللاعب. غزل المحلة بيتكلم في 40 مليون جنيه ونسبة 20% ما بعد البيع. الاهلي لسه هيتكلم مع المحله، وان كان الاهلي ناوي يعرض 25 ممكن يزود الدنيا شويه ويوصلها ل 30 مليون، لكن في رغبه قويه عند المحله ان هم يبيعوا، ورغبه قويه عند الاهلي ان هم يضموا محمود صلاح. طبعا عموته اتفرج على مقاطع فيديو للاعب واتفرج على بعض المباريات للاعب واثنى عليه. كمان لما عرف ان سنه 20 سنة اتبسط جدا جدا، شاف ان هو لاعب صغير وواعد، لاعب صغير وعنده قدرات وامكانيات كبيرة. صفقة مهمة لتدعيم خط الهجوم. حضراتكم طبعا عارفين الاهلي هيجيب 4 في خط الهجوم، 4 مهاجمين جدد، لان كله مشي. كاموشة في الكاموشة مشي، محمد شريف راحل، مروان عثمان رجع ناديه بس ممكن يحضر فترة الإعداد مع النادي الأهلي. طبعا مروان عثمان كان إعارة من نادي سيراميكا للأهلي، لكن ممكن خلال الأيام الجاية الأهلي يستدعيه ويستأذن سيراميكا إنه يحضر فترة الإعداد مع عموته. وارد كمان يكمل مع الأهلي. الباب مفتوح من ناحية مروان عثمان. الأهلي طبعا هيضم محمود صلاح، ومعانا طبعا كذا صفقة في خط الهجوم، لأن زي ما قلت لحضراتكم الأهلي هيضم 4 مهاجمين. احمد نظير بوعلي اللاعب الجزائري لاعب جيور المجري، الاهلي بيفاوضه رغم المغالاة كبيرة قوي من جانب ناديه، لكن الاهلي لسه بيفاوضه. وطبعا الاهلي بيفاوض محمد صالح وبنجورة، وفي ناس هتسافر من النادي الاهلي الجزائر تتفاوض مع نادي المولودية عشان تحسم صفقة بنجورة. في لاعب اخر عموته اول ما جه اتكلم عليه، واول ما وقع عقود تدريب النادي الاهلي اتكلم عليه. الاهلي في الفتره اللي فاتت واللي عموته اتكلم فيها عن اللاعب كان شايف ان سعر اللاعب غالي شويه، وكان شايف ان النادي بتاعه بيغالي في طلباته الماليه. لكن طبعا لما اتلعب المونديال ولعبت الاهلي بدعت في المونديال، وبدات شركات التسويق العالميه تكلم الاهلي على لعيبته وتتفاوض مع الاهلي، والاهلي بدا يطلب ارقام كبيره، وبدا لقى في ناس موافقه وناس بتفاصل فصال معقول. وجهه نظر اداره الاهلي اتغيرت، ورجعوا تاني في الساعات الاخيره يفكروا في اللاعب اللي عموته اول ما وقع عقود توقيع النادي الاهلي اتكلم عليه. طبعا اللاعب ده فيرويد مهاجم. اللاعب اللي انا بتكلم عليه يوسف ساليتش. عموته عنده قناعه جامده جدا بساليتش، وهو بيوقع عقود تدريب النادي الاهلي مع خالد بيه مرتجي امين الصندوق اتكلم معاه في اللاعب ده وقال له ما دام الفريق محتاج مهاجمين وعندكم الفلسطينيين في مصر بيقيدوا كلاعيبه محليه، يوسف ساليتش لاعب كارديف سيتي الانجليزي احد انديه الدرجه الثانيه. لما اتكلم عموته مع خالد بيه مرتجي قال له ده في الحسابات، ده احنا تواصلنا معاه واتكلمنا معاه مع ناديه. وقتها ناديه كان بيطلب 4 مليون دولار، فالاهلي وقتها كان شايف الرقم كبير.
طبعا قبل لعيبه النادي الاهلي ما تلعب المونديال. طبعا لما لعبوا المونديال الدنيا اتغيرت، والاهلي دلوقتي في موارد دولاريه وموارد ماليه جامده جدا جايه، وممكن لعيب واحد بس في الاهلي يتباع، الاهلي يجيب بفلوسه 3 صفقات جامده، يجيب بفلوسه 3 صفقات جامده. طبعا ارقام جامده بتيجي في امام، اقل حاجه 6 مليون دولار، والاهلي ماسك على 10. بيتكلم مع كولومبوس الامريكي يقول له عشان انت حبيبي بس يا كولومبوس ادولك ب8 و2 مليون مميزات. يعني الاهلي بالميت كده، بالميت، وربنا طبعا يبعد الاصابات عن امام ويحميه، بالميت امام ب8 مليون دولار. يعني ممكن بامام وتحط كمان مليون دولار تجيب لك 3 لعيبه جامدين. امام وفلوس تريزيجيه بتاعت نادي الرياض السعودي تجيب 3 صفقات جامدين جامدين جامدين. المهم الاهلي بدأ في الساعات الاخيره يتواصل تاني مع كارديف سيتي الانجليزي بعد ما كان مستغل الصفقه. لكن زي ما قلنا لما لعيبه الاهلي لعبت في كاس العالم والاهلي لقى فيه دولارات جايه والدنيا ماشيه، وكل ما يطلب ارقام في ناس بتتفاوض وتفاصل فصال خفيف، اتحمس الاهلي وكلم كارديف سيتي، وبدأ دلوقتي يتفاوض من جديد في يوسف ساليتش، لان ساليتش هيقيد محلي، هيوفر مكان اجنبي. طبعا لو اوجوستو المنصور لسه موجود، اللاعب الفلسطيني صانع الالعاب واللي كان بيلعب في نادي ارجواني في اورجواي، لو لسه موجود الاهلي كان خلصه. لكن طبعا تعاقد مع بطل الدوري الارجواني نادي لابرتي، وتعاقد بكام؟ ب5.5 مليون دولار. النادي باعه ب5.5 مليون دولار. طيب ما دام اتكلمنا عن مركز صانع اللعب، طبعا اتكلمنا ان الاهلي بدأ جامد جدا دلوقتي في ساليتش وبقلب ميت في ساليتش. معانا بقى صفقة تانية هنتكلم عنها، قنبلة القنبلة، صفقة قنبلة القنبلة. سأستأذن حضراتكم اشتركوا في القناة، ادعموا قناة علاء حمام جول كيبر عشان العيال الحرامية اللي بيسرقوا اللايفات، وعشان خاطر اشتركوا في القناة. صفقة القنبلة اللي هنتكلم عنها جان كولوت. للأسف الأستاذ زكريا أحد مسؤولي نادي الهلال السوداني اتكلم عن جان كولوت من ساعات قليلة قوي، وفاجئنا بخبر قنبلة. طبعا الناس كلها والدنيا كلها عارفة ان من مصر نادي واحد بس بيفاوض الهلال علشان يضم جان كولوت صانع العاب الهلال السوداني. لكن الاستاذ زكريا صالح احد مسؤولي نادي الهلال السوداني فاجئنا وقال لك احنا عندنا ناديين من مصر بيفاوضونا لضم جان كولوت. طبعا جملة في غاية الأهمية، جملة قنبلة القنبلة. طبعا احنا عارفين النادي الأهلي والأهلي قدم عرض، والراجل طلع وقال لك الأهلي قدم عرض، وطلع قال لك أندية من قطر بتكلمنا وأندية من السعودية. وأنا قلت حتى في لايف إن في منافسة في صفقة جان كولوت، والأهلي بينافس أندية في الخليج، والأهلي تقدم بعرض 2 مليون و200 ألف دولار، والنادي عايز 3 مليون. لكن طبعا جملة بقى عندنا ناديين من مصر عندهم رغبة في ضم جان كولوت طبعا جملة كبيرة. طبعا مفيش نادي في مصر في الوقت الحالي غير الأهلي يقدر يدفع الأرقام الكبيرة، غير نادي واحد هو بيراميدز. هو بيراميدز، لا سيراميكا ولا المصري ولا البنك ولا الأندية دي. فكده من الواضح إن بيراميدز دخل في صفقة جان كولوت. هل بيراميدز عايز جان كولوت؟ ما اعتقدش. بيراميدز عنده لعيبه كويسه قوي في نص الملعب، وعنده صناع لعب، عنده قطه، وعنده الواد زلاكا، وزيكو ده برضه ساعات بيلعب في الحته دي. فاعتقد بيراميدز داخل في الصفقه يعليها على الاهلي ويغليها على الاهلي. انا ما اعتقدش ان بيراميدز عنده رغبه ملحه في جان كولوت. طبعا هو لعيب كويس، ممكن يكونوا يعني شايفينه ان هو كويس ودخلوا فيه وقال لك نشتريه، بس مش ملح. يعني الاهلي ما عندوش خالص صناع لعب،
ما عندوش. لكن بيراميدز فيه ناس عنده في مركز صانع اللعب. فطبعا من كلام زكريا صالح نفهم على طول ان بيراميدز دخل في الصفقه. مفيش نادي في مصر تاني يقدر يدخل في صفقه فوق ال 2 مليون دولار والارقام دي غير بيراميدز. يبقى بيراميدز دخل في صفقه جان كلوت. انا اتكلمت في صفقه ادهم حامد وقلت الاهلي خلص صفقه ادهم حامد ديفندر بتروجيت، وقلت كمان الاهلي خلص محمد سمير كونتا لاعب الاسماعيلي، وده برضه ديفندر ولاعب مستقبل ولاعب جاي. عشان الاهلي يخلص الصفقتين دول الاهلي خد قرار باعاره عمر الساعي، والاهلي شايف ان مفيش عازه ان الساعي يكمل. دي رؤيه الاهلي. انا حد يسالني عمر الساعي انا مقتنع بيه جدا وكنت اتمنى انه يكمل مع الاهلي، لكن القرار ايه؟ اعاره عمر الساعي. طب مين النادي اللي عايز عمر الساعي اعاره؟ النادي اللي كان بيلعب فيه الساعي، المصري البورسعيدي. المصري البورسعيدي عاوز يمدد اعاره الساعي، الاهلي وافق. الاهلي وافق انه جاب خلاص لعيبه، فوافق على ان الساعي يتم اعارته للمصري من جديد. كده الساعي هيلعب موسم مع المصري، لان الاهلي جاب كونتا وجاب ادهم حامد في نص الملعب. احمد او اسف كريم الدبيس. كريم الدبيس بيقول لك انا عندي عرض من احد انديه فرنسا، هو نادي درجه تانية بس نادي كويس، يعني كل سنه ينافس انه يصعد للممتاز وما يتوفقش. الاهلي رفض العرض رغم ان كوكا جدد. ما هو احمد نبيل كوكا جدد عقده مع الاهلي، يعني هيلعب باك شمال مع يوسف بالعمري. فالاهلي كده ما عندوش حاجه ملحه في كريم الدبيس، فعادي يوافق على بيعه. لكن الاهلي رفض رغم ان كوكا جدد، ورغم ان كوكا مكمل، ورغم ان كوكا هيكون ظهير ايسر مع بالعمري. الاهلي رفض يبيع كريم الدبيس وقال لكريم الدبيس لا، مفيش بيع، انت مكمل معايا، مفيش بيع، انت مكمل معايا. النادي الاهلي ممكن يروح مونديال الانديه المقبل ويلعب في مونديال الانديه رغم انه ما حققش دوري ابطال افريقيا، والسنه الجايه او السنه الحاليه هيلعب كونفدراليه. يبقى فاضل له سنه واحده بس ما خدش فيها دوري ابطال افريقيا، ما يلعبش مونديال انديه اللي جاي. لكن في مفاجاه كبيره جدا، ممكن الاهلي بعيدا عن الموسم الحالي بتاع الكونفدراليه، الموسم الجاي ان شاء الله يبقى في دوري الابطال. لو ما فاز بدوري الابطال يلعب في مونديال الانديه. يلعب في مونديال الانديه ازاي؟ اقول لحضراتكم ازاي. الاتحاد الدولي لكرة القدم بيدرس دلوقتي زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية. عايز يوصل العدد ل 48 فريق. طبعا العدد القديم 32. طيب تمام، لما يزود عدد الفرق ويوصلهم من 32 ل 48 العدد بتاع قارة أفريقيا هيزيد. عندنا في قارة أفريقيا بيشارك 4 فرق. الفرقة اللي بتفوز كل سنة بدوري الأبطال، ويفرض فرقة فازت مرتين أفضل وصيف هو اللي يروح. ده في نظام ل 32 فرقة، النظام القائم حاليا. لكن لو زادت عدد أندية الفرق المشاركة في مونديال الأندية ل 48 هيزيد عدد مقاعد أفريقيا، وبدل ما يبقى 4 أندية بتشارك هيبقى 7 أندية بتشارك. هتقول لي طب ال3 التانيين دول هيتم اختيارهم ازاي؟ عن طريق التصنيف وعدد البطولات القارية. التصنيف وعدد البطولات القارية. يعني لا قدر الله لو الاهلي الموسم الجاي شارك في دوري الابطال وما فازش بيه وزاد عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية من 32 ل 48 الاهلي هيروح، لانه اكتر نادي في القارة حاصل على بطولات قارية، وتصنيفه دايما في أول 3.
وتصنيفه دايما في اول 3. هيروح مونديال الانديه لو الفيفا خلاص اقر رسمي، والمكتب التنفيذي بتاع الفيفا اقر رسمي ان 48 نادي يشاركوا في مونديال الانديه. طبعا اللي بيشارك في مونديال الانديه بيهبط 9.5 مليون دولار اول ما بينزل، اول ما بيدخل الفندق في البلد المنظمه للبطوله بياخد 9.5 مليون دولار، بياخد 9.5 مليون دولار. عندنا بقى يا جماعه موضوع علي علوان. موضوع علي علوان، حضراتكم عارفين النادي الاهلي بيفوض السليه لضم علي علوان مهاجم السليه، والسليه مرحب جدا ببيع اللاعب، بس السليه بيقول لك في شرط جزائي في عقد اللاعب انا مش هفرط فيه باقل من الشرط الجزائي، انا مش هفرط فيه باقل من الشرط الجزائي. تمام. شرط الجزائي كام؟ 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. الاهلي بيتكلم مع السليه وعرض على السليه 1,200,000 دولار. واذا كان مسؤولين بتوع السليه كانوا مخبيين عننا عرض الاهلي، لكن عرض الاهلي وضح وعرفناه ان العرض 1,200,000 دولار للحصول على خدمات علي علوان. للحصول على خدمات علي علوان. طبعا في شرط جزائي في عقده 2 مليون دولار. الصفقه دي على فكره قريبه قوي ان هي تتم. قريبه قوي ان هي تتم. قريبه بصوره كبيره. وكيل امام عاشور فاجئنا وقال لك، طبعا هو اسمه ادم وطني، حضراتكم عارفينه. فاجئنا وكيل امام عاشور وقال لك ان اللاعب عنده عروض من انديه انجليزيه وامريكيه وفرنسيه وسعوديه وقطريه. 5 دوريات فيهم انديه بينافسوا امام عاشور، مش بينافسوا، بيسعوا للتعاقد مع امام عاشور. امام عاشور مش نادي عشان يتنافس. يعني الراجل بيقول لك معايا عروض بالهبل، بالبلدي معايا عروض بالهبل لامام عاشور. طبعا امام راحل. هنرجع تاني لاخبار النادي الاهلي، بس عندنا الزمالك بيفوض 2 برتغاليين علشان يكونوا موجودين مكان الكابتن معتمد جمال. اول واحد اسمه الكسندر سانتوس، وده كان مساعد لبيسيرو لما البرتغالي بيسيرو جه درب النادي الاهلي. والكسندر سانتوس برتغالي بلديات بيسيرو، والراجل ده بعد كده درب الجيش الملكي المغربي وخد معاهم الدوري في المغرب، وصل نهائي دوري ابطال افريقيا وخسر ضد سان داونز. ده الزمالك بيفاوضه. واحد تاني برضه الزمالك بيفاوضه، برضه برتغالي، اسمه بيدرو ايمانويل. وبيدرو ايمانويل ده درب في السعوديه، درب نادي التعاون، درب نادي الخليج، اخر نادي دربه الفيحاء. فاز بكاس خادم الحرمين الشريفين مع التعاون عام 2019. عام 2019 دول بيسعى الزمالك للتعاقد مع واحد منهم يتولى تدريب الفريق. المهندس ماجد سامي مالك نادي وادي دجله قال لك جمله جميله جدا جدا. قال لك رحيل معتمد جمال عن الزمالك جريمه مكتمله الاركان. بمعنى الراجل بيقول لك استبدال معتمد جمال بمدرب اجنبي في ظل ايقاف قيد نادي الزمالك يعني ان الفريق الحالي لن يقوم باي تدعيمات. مفيش قيد، مفيش تدعيمات. وقال لك الامر ده يضعف الفريق ويخلي عدم استمرار معتمد جمال واستبداله بمدرب اجنبي جريمه مكتمله الاركان. وقال كمان المهندس ماجد سامي ان المدرب الاجنبي لو جه هتحصل خسائر كبيره للزمالك من الناحيه الفنيه والماليه. طبعا راجل ما عندوش تدعيمات، عنده القماشه اللي موجوده دي، وماليا الزمالك هيدفع كل شهر فلوس، والراجل ما عملش نتائج، الجمهور هيصور يقول لك مشيه، هيبقى عليه شرط جزائي، الزمالك مش هيدفع، هيطلب قضيه، يتوقف له قيد. القصه اللي الزمالك عايش فيها. فالمهندس ماجد سامي بيقول لك استمرار معتمد طبعا
هو ده القرار السليم، ده القرار السليم. نروح بقى لمنتخب مصر ومباراة استراليا. حسام حسن هدي شوية على نفسه، وهيلعب بحمدي فتحي في نص الملعب مكان مهند لاشين اللي هيغيب عن اللقاء علشان الإيقاف. لكن عايز يلعب بكريم حافظ ظهير أيسر مكان فتوح، وفتوح طبعا مصاب، وأنا زي ما قلت اللي يلعب مكان فتوح محمود صابر يقفل الحتة دي. مش أشول بس عادي يزيد ويكمل. ولقيت حد في التعليقات اسمه الأستاذ إبراهيم نشأت، بشكره جدا جدا. أستاذ إبراهيم نشأت في التعليقات كاتب لي قال لي ياسر ريان كان بيلعب في الأهلي، لعب سنين طويلة وما كانش أشول. ما كانش أشول. لما أنا ذكرت موضوع حمادة طلبة لما فريرة لعب بيه كظهير أيسر، لما جه ما لقاش باك شمال، فخلاص. وقال لي كمان حاجة تانية، في مدربين في الدوري الإنجليزي لما الباكات الشمال بيتعوروا بيلعبوا بباك يمين مكان الظهير الأيسر في الحتة بتاعت الظهير الأيسر. فأنا رأيي محمود صابر هو اللي يلعب. رأيي محمود صابر هو اللي يلعب. حسام ناوي يريح زيكو شوية، وناوي يلعب بطريقة 4-3-3، 4 ورا. عايز يلعب بربيعة وياسر إبراهيم، وأنا بقول ربيعة وحسام عبد المجيد، دول أفضل 2. هو عايز يلعب بربيعة وياسر. ناحية اليمين محمد هاني لا خلاف عليه، وهاني عامل مونديال عالمي. ناحية الشمال هو عايز يلعب بكريم حافظ، وأنا بقول محمود صابر. نص الملعب 3: إمام، حمدي فتحي، مروان. قدام صلاح، تريزيجيه، مرموش. ده الفكر اللي عايز يلعب بيه حسام حسن. وانا قلت لحضراتكم رايي ان انا عايز تشكيل معين عشان نقدر نعبر استراليا. استراليا فرقه تقيله بدنيا عاليه جدا، والعاب هوا جبابره، العاب هوا جبابره، والبدني بتاعهم جبار. لو رحنا اكسترا تايم هنتعب هنتعب هنتعب. كوت ديفوار طلعت امام النرويج رغم انها عملت ماتش جامد جدا جدا، لكن كوت ديفوار عندها مشكله، عندها التنظيم الدفاعي وحش جدا جدا جدا. وطبعا بتوع النرويج استغلوا الكلام ده، وهالاند جاب الجون الثاني وواقف لوحده خالص، واقف لوحده قدام المرمى لوحده. وعلى راي المعلق بتاع اللقاء، حد يسيب هالاند يا ناس؟ حد يسيب هالاند لوحده يا ناس في الدنيا دي؟ يعني انت بتلاعب هالاند تسيبه لوحده؟ حد يا اخوانا يسيب هالاند كده لوحده؟ ده هالاند جه يوقف الكره طولت منه دخل الجون، واقف على ال6 ياردة، واقف على ال6 ياردة لوحده خالص. حد يسيب هالاند لوحده؟ اقول لكم ايه بس، اقول لكم ايه؟ فالجماعه بتوع كوت ديفوار رغم ان عملوا ماتش جامد جدا، لكن ظروفهم بقى ودعوا واتغلبوا 2-1. طبعا لاعب النرويج سجل هدف اولاني عالمي عالمي عالمي، سرو كده في البعيده ار2 في المقص الشمال، وهو ناحيه الشمال لفها لفه جباره. مش في الشمال، في اليمين، في اليمين لفها لفه جباره جباره جباره. بصراحه ار2 عالمي. حتى الواد بتاع كوت ديفوار جاب هدف التعادل حلو، دخل رقص رقص رقص، خافوا يكلموه راح بيك رزعها في الجول. المغرب طبعا صعدت، بنبارك لها. المغرب صعدت بعد ما فازت على هولندا. المغرب فازت على هولندا 3-2 بضربات الجزاء الترجيحيه بعد ما تعادلوا 1-1، والمغرب جابت هدف التعادل بتاع ال1-1 في الدقيقه 93. الحقيقه المغرب كانت افضل من هولندا. هولندا مش كويسه وخرجت وتستحق الخروج. هولندا قويه، المغرب قويه. المغرب عندها مباراه سهله، سهله قوي. هتقابل كندا. جنوب افريقيا كانت هتغلب كندا، المغرب هتعبر كندا. المغرب هتعبر كندا. المغرب فرقه كويسه وهتعبر كندا. الزمالك دفع 188 ألف دولار لمدربه السابق يانك فريرا، وكده خلاص دي قضيه وخلصت على الزمالك، قضيه وخلصت على الزمالك. استاذ فادي بيسالني عن موضوع فتوح وبيراميدز. فعلا بيراميدز عنده رغبه في فتوح وبيتكلم مع الزمالك، بس انا قلت يا استاذ فادي ان الزمالك طموحه يبيع فتوح في الخليج عشان عايز يتشبرق، شبرق بقرشين جامدين. محمود الزنفولي حارس الاهلي السابق، والزنفولي لعب موسم واحد في الاهلي، انتقل لنادي مودرن سبورت، انتقل لنادي مودرن سبورت.
طبعا نتمنى له كل التوفيق، نتمنى له كل التوفيق. امير عبد الحميد حارس الاهلي السابق واللي دلوقتي بقى مدرب حراس، التحق بجهاز الكابتن عماد النحاس، جهاز الكابتن عماد النحاس في النادي المصري، وساب منتخب الناشئين اللي كان بيشتغل فيه مع كابتن حسين عبد اللطيف وراح درب في النادي المصري. كابتن حسام حسن قال كلام حلو قوي قوي قوي، انا بايده في الكلام اللي قاله. لما حسام بيعمل حاجه كويسه بنقول احنا مش ضده، لكن لما يكون في وجهه نظر غلط لا، لازم نتكلم، لان دي بلدنا كلنا، دي مش بلد حسام حسن، دي بلدنا كلنا، ومنتخب بيلعب باسم مصر مش باسم حسام حسن، بيلعب باسم مصر، واي مواطن مصري يملك الجنسيه المصريه، وحتى لو مواطن عربي او افريقي محب لمصر من حقه يتكلم في الكوره، ومن حقه يشجع مصر، ومن حقه يتكلم لو المنتخب فيه خلل. حسام قال كلام محترم جدا، وانا احترمته لما قال الكلام ده. قال لك انا ما حققتش انجاز، التاهل من المجموعه مش انجاز، النجاح ان انا اعدي دور ال 32 ودور ال 16 وابقى مع الثمانيه الكبار، ده الانجاز. برافو برافو حسام حسن، برافو برافو. وقال كده للعيبه كلامك 10/10. احنا كمصر بلد واخده 7 افريقيا، التاهل من المجموعه مش انجاز، لكن لما تحب استراليا واكمل وابقى موجود مع افضل 16 منتخب في العالم، وعدي من الارجنتين من اي فرقه وابقى في وسط دور الثمانيه، لا ده كده انجاز ونص، ده انجاز ملعلع. انا بقى افضل في افضل 8 فرق في العالم، انجاز ملعلع. طلعت، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا كده قدمت كل ما عندي. فطبعا كلام محترم لحسام حسن، كلام محترم جدا جدا جدا. عندنا بقى يا جماعه محمد صلاح بيتدرب تدريبات منفرده، بس ابو صلاح جاهز، ابو صلاح هيكون موجود في المباراه. احنا اللي هيغيب عننا فتوح ربنا يعافيه وعبد المنعم، لكن عبد المنعم ان شاء الله لو اتاهلنا وعبرنا استراليا هيكون موجود. لكن فتوح الموضوع صعب لانه مزق في العضله الخلفيه، المشهد صعب شويه على فتوح، المشهد صعب شويه على فتوح. عندنا بقى يا جماعه طبعا نادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر كابتن حمزه الجمل تولى تدريب نادي الاتحاد. الاتحاد دلوقتي بيعمل صفقات كلها فري، ومع احترامي طبعا للاستاذ محمد سلامه رئيس نادي الاتحاد، صفقات دي كده قليله. احنا مش عايزين الاتحاد يعاني، اسماعيلي هبط، مش عايزين الاتحاد السنه الجايه يعاني. لازم تعمل صفقات تقيله، لازم تعمل صفقات تشيل الفرقه شويه. لعيبه فري كلها مع احترامنا ليها مش جامده، لازم تدعم الفرقه بكام عنصر تقيل علشان الاتحاد ما يتعبش. الدوري صعب، الثلاث فرق اللي صعدوا من تحت من المحترفين معاهم فلوس، الثلاثه معاهم فلوس. القناه معاها فلوس، بترول اسيوط دي بترول يا باشا، بترول اسمها بترول اسيوط بترول. واسماد ابو قير معاهم فلوس، واسماد ابو قير بتفاوض محمد ابراهيم لاعب البنك وبتفاوض صفقات تقيله قوي. فلازم الاتحاد يحرك الدنيا شويه. اللي بيسالني على اخر عروض لمصطفى شوبير، الناس بتزعل قوي. انا قلت لكم الراجل اللي كان مستضيفينه في احدى الفضائيات كان زعلان قوي، يقول لك كل يوم عرض شوبير، كل يوم عرض شوبير، كان زعلان جدا. غالبا متخانق مع الكابتن احمد شوبير، غالبا متخانق معاه. طبعا شوبير انا بقول لحضراتكم هو دلوقتي الاهلي بيتكلم في 5 مليون، بس اسمع مني وان شاء الله ربنا يوفق المنتخب ونعبر استراليا. الاهلي هيتكلم في 7 مليون دولار، هيتكلم في 7 مليون دولار. الاهلي طبعا هياخد مكافأة عبور المغرب لدور ال 32. هتقول لي بمناسبة ايه؟ بمناسبة يوسف بالعمري، بمناسبة يوسف بالعمري. الاهلي هيلم من ورا يوسف بالعمري حوالي 70-80 ألف دولار، حوالي 70-80 ألف دولار. وإذا عبر دور ال 16، وأنا بقول لحضراتكم المغرب جامدة، تقدر تعبر كندا،
الاهلي هياخد فلوس جامده جدا من ورا بالعمري، وطبعا من ورا لعيبته اللي بيلعبوا في المنتخب. اشكركم جدا جدا اخواتي وحبايبي واصدقائي، بشكركم جدا. استاذنكم اشتركوا في القناه. كان معكم الناقد الرياضي علاء حماد.